بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج قضايا مصرية. كنا وسنكون سفراء للحقيقة أينما كانت، ونبحث كل المشكلات ونحاول حلها بموضوعية وشفافية، استكمالا للحلقة الماضية في قضية النصب على المغتربين في المملكة العربية السعودية. ووعدناكم ان احنا هنتكلم عن احداث جديدة وعن تفاصيل جديدة. طبعا معانا دلوقتي الثلاث فيديوهات تانيين جداد ل منصوب عليهم جداد، وطبعا وعدناكم ان احنا نقول لكم على التفاصيل والاحداث الجديدة. طبعا كان المجني الجاني او النصاب بيدفع كفالة وهيطلع. طبعا ابتدت المحاضر ان هي تتكرر، كل من هو منصوب عليه عرف القصة بقى يعمل محضر فيه علشان الناس بتدور على حقها. والجديد في الذكر ان في كفيل سعودي كمان دخل في القصة، جه من هناك بيعمل اخر محضر. بقى عندنا كذا قضية، لان طبعا بيقول لك هو مش لوحده، باين معاه حد تاني او قصة زي كده، وفي ناس بتساعده في النصب والاحتيال على المغتربين. المغتربين احنا في جروب فيه حوالي 170 او 180 فرد، في اللي يتكلم وفي اللي خايف يتكلم وفي اللي عايز حياته وفي اللي يعتبر دنيته انتهت بسبب اللي حصل له والنصب اللي حصل له. طبعا الجماعه بتوع الشرقيه زعلوا ان انا ما ذكرتش اسمهم. طبعا الجماعه بتوع الشرقيه في ناس من الشرقيه ما هو منصوب عليهم، في ناس من كفر الشيخ، في ناس من سوهاج، في ناس من الصعيد، من المنيا، في ناس من المنصورة، في ناس من دمياط، في جميع المحافظات منصوب عليهم، في ناس من السعودية نفسهم منصوب عليهم. فاحنا معاكم اول باول في الاحداث. هنطلع نشوف الفيديو ده وعايز ارجع لكم تاني. طبعا انا واحد من المغتربين من جمهورية مصر العربية في السعودية طبعا، وفي اخ اسمه محمود عبد الستار السحماوي. طبعا نصب عليا وعلى ناس كتير، يمكن ما يقرب من 50 واحد مصري وكده. وطبعا نزل مصر وكده وخد الفلوس وعمل بيها حاجات، فاحنا بنستغيث بالله ثم بالنائب العام فانه يتخذ الاجراءات المناسبة ضد الاخ ده ويجيبوا حقوق الناس، وربنا يسهل لنا جميعا، وشكرا. السلام عليكم. معكم عبد الله شوقي. انا واحد من الناس اللي اتنصب عليها من قبل شخص اسمه محمود عبد الستار السحماوي. وجاني نداء استغاثة الى الحكومة المصرية الموقرة والى النائب العام عشان يتخذ اجراءات عشان يرجع حقوقنا. احنا ناس تعبنا وشقينا في الفلوس اللي اتنصب علينا فيها، ودانا نداء استغاثة، ويا ريت الموضوع يبقى موضوع رأي عام، لأن المشكلة ديت مش مشكلة واحد ولا اتنين، لا دي مشكلة شباب كتير اتنصب عليهم من قبل هذا الشخص. اللهم وفق الحكومة المصرية والنائب العام إنه يقدر يرجع حقوقنا يا رب. ألف شكر، مع ألف سلامة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا بنعمل استغاثة بحكومة بلدنا وبالنائب العام. في شخص من كفر الشيخ اسمه محمود عبد الستار السحماوي، ده ناصب على اكتر من حوالي 40 او 45 شخص في السعودية. احنا عاملين جروب مع بعضينا كلنا اللي ناصب علينا. الراجل ده نصاب عالمي، ومعاه ناس من هنا ومعاه ناس من هناك، وناصب على ناس كتيرة حوالي 45 فرد، وبان بيوت
وباني وشاري مواشي وشاري حاجات في بلده بفلوس الناس، فلوس الناس الغلابة. الناس دي مش عارفة تنزل بلدهم، وانا واحد منهم، بسبب اللي عمله في الناس والنصب اللي نصبوا على الناس. وحسبنا الله ونعم الوكيل. واحنا بنستغيث بالنائب العام يحل لنا المشكلة دي، ويا ريت ياخد اجراء ضروري. جزاكم الله خير. عشان خاطر هو لو ما الاستاذنا الكريم النائب العام ما خدش الاجراء، هيفضل ينصب على الناس برضو، والناس مش عارفة تنزل مصر بسببه. واحنا هنرسل لحضراتكم الفيديوهات والرسائل والتحويلات اللي تثبت ان الراجل ده نصاب ومعاه ناس. وحسبنا الله ونعم الوكيل. يا ريت تحلوا لنا الموضوع في اقرب وقت. جزاكم الله خير. عشان احنا مش عارفين ننزل بلدنا، وناس كتيرة مش عارفة تنزل بلدها. جزاكم الله خير. السلام عليكم. طبعا بعد ما سمعنا الفيديوهات اللي شفناها ديت واستغاثة المواطنين المغتربين، بنقولوا يا اللي تملي تحب الدنيا وفي ايدك عمارات وفلوس، لحمك بكرة يا سيدي هياكلوا الدود والسوس. عمر المال ما بيسعد صاحبه ويخليه عايش مرتاح، ياما كتير أغنياء وكبار وقلوبهم مليان جراح. يمكن تلقى رئيس يتمنى يصبح يوم ويكون مرؤوس، يلي تملي تحب الدنيا وفي ايدك عمارات وفلوس. أعرف واحد تاجر عنده يمكن 6 7 عمارات، غير فدادين ورصيده في الأهل ويعين له مدير حسابات. فاتح بيته عيادة خصوصي، كل دقيقة معاه دكتور، والفلاح عمال بيغني جنب الساقية والطنبور، بياكل بصلة وحتة جبنة وتملي راضي بعيشته غير راضي. ياللي تملي تحب الدنيا وفي ايدك عمارات وفلوس، ارضى بعيشتك. يعني النصب والاحتيالات وأذى الناس، هو رزقك جايلك بس انت مستعجل عليه. يعني تأذي ناس زي دي ليه؟ تأذي واحد ما انتش عارف هو جاب الفلوس دي منين عشان يطلع يشتغل عشان يجيب قوته واكل عيشه ويعدل من حياته. تأذيه ليه؟ في الاول او في الاخر احنا خلاص سايبينها وماشيين. حالات النصب بقت كتير يا جماعة، احنا اللي بنأذي بعض، احنا اللي بنطمع على بعض، الناس اللي بتطمع على بعضها. طبعا كفيل سعودي نزل كمان، لان طبعا في مشكلة، هيعمل محضر وهيبقى لنا لقاء مع محامي المغتربين اللي هم الضحايا، هيبقى ليه لقاء معانا، وإن شاء الله حقهم راجع بإذن الله. وتزورونا في لقاءات أخرى وتفاصيل جديرة. وحابب أشكر مباحث الشرطة المصرية المتمثلة فيها مباحث شرطة سالم، والقضاء العادل الشامخ قضاءنا العادل إن شاء الله هيجيب حق الناس المغتربين دولت. وتحياتي لكم من برنامج قضايا مصرية، وكان معكم أحمد جويش.